انتقل لنادي المنيا، ويقال ان المهندس هاني ابو ريده كلم كابتن علاء نبيل وقال له يا كابتن علاء والنبي يعني يا ريت ابن شوقي يبقى معاك، وهو لعيب كويس في سموحه وبتاع. فالكابتن علاء خده. بعد كده فجأة كابتن علاء نبيل بقى مرشح ان هو يكون مدرب عام لمنتخب مصر. هل ده نوع من المجامله يعني مهندس هاني ابو ريده او شوقي غريب عشان تم قيد ابنه في المنيا مثلا؟ وهو مشي ليه من سموحه؟ كابتن حماده صدقي كابتن شوقي انتوا كنتوا مأيدين ابن كابتن شوقي مجامله في سموحه وعاملين له عقد مجامله يعني ولا ايه؟ وما كابتن شوقي مشي ابنه يمشي ليه؟ هي الموضوع مجاملات؟ كابتن علاء نبيل اللي محدش كان بيرشحه خالص تم ترشيحه ليه؟ طيب هو كابتن علاء نبيل شاف ابن الكابتن شوقي غريب فين؟ يعني ابن شوقي غريب ما لعبش في الدوري خالص تقريبا. ما حدش شاف لعبه. انا شخصيا يعني مذيع رياضي ما شفتوش، عمري ما شفته بيلعب. طب خدوا ليه كابتن علاء نبيل؟ مع احترامي للولد اللعيب مفيش مشكله، بس هل مفيش حد افضل من ابن الكابتن شوقي غريب؟ ده مجرد سؤال انا بساله يعني بساله. انا دلوقتي لو ابني لعيب جامد جدا واتخانقت مع المدرب لو شايف انه لعيب كويس هيمشيه ليه؟ ولا هي احنا اصحاب فاللعبه هيتأيد؟ هيمشي المدير الفني فهمشي ابنه معاه، وبعد كده ابنه يروح نادي بيدربه علاء نبيل، وبعد كده علاء نبيل بيتم ترشيحه لتدريب المنتخب. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟